بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا بيكم في قناة أم النور. هنحكي مع بعض قصة جميلة جدا، وهي بتتكلم عن إن ربنا بيقول في الكتاب المقدس: لا تجارب الرب إلهك، لكن جه على عطاء بالذات وقال: اعطوني العشور وجربوني. هنشوف القصة بتاعت النهاردة. لو ادينا العشور، حتى لو احنا مش معانا غيرها أو لو مش معانا غير القليل، هنشوف ربنا هيعمل معانا ايه. القصة بتقول ان كان في زوج وزوجة، جرس الشقة بتاعهم رن، فراح الزوج عشان يفتح، لقى الاخ اللي بياخد منهم ظرف اخوة الرب واقف على الباب، جاي لهم علشان ياخد الظرف بتاعه. فراح دخل لمراته وقال لها: الاخ اللي بياخد مننا ظرف اخوة الرب واقف بره. قالت له: روح اعتذر له الشهر ده، اديك شايف اللي باقي معانا ما يعيشناش غير يدوب يومين، مش حتى لاخر الشهر. قال لها: يعني الغلبان اللي متعود على خير بيجيله يتفاجئ انه جايله ناقص؟ لا طبعا ما ينفعش. وقال لها: طالما اتفقنا ان احنا ندي فهندي، وربنا هو اللي يدبرها. راح فعلا الراجل قاسم اللي معاه اللي هي الفلوس وحطهم في الظرف واداه للراجل وقفل الباب ودخل لمراته. فمراته قالت له: طيب احنا بقى محتاجين طلبات للغدا، انزل هات لي كيس رز وكيس شعرية وفرخة صغيرة وشوية طلبات محتاجينها ضروري، هكتبها لك في ورقة وانزل هاتها. قال لها: اعملي الرز يا ستي من غير شعرية، والفرخة نجيب ورك للولاد ياكلوه، واحنا مش لازم يعني لحد ما نشوف هتتصرف ازاي. جت زوجته قالت له: طب يا اخويا في ماركت كبير قوي فتح على الطريق العمومي من بره، اتعب وتمشى شوية لحد عنده، بيقولوا عمل عروض بمناسبة الافتتاح والحاجة بنص التمن. الراجل خد بعضه ونزل يتمشى للسوبر ماركت. وصل بعد نص ساعة مشي، دخل يشوف الأسعار اللي عليها عرض، لقى إن الأسعار هي زي بره بالظبط، والخصم طلع على إنك تشتري حاجات أكتر. طبعا الراجل اتضايق قوي من المشوار اللي ماشيه، والعجلة اللي جاررها ما فيهاش غير يدوب كيس رز. فجأة لقى راجل لابس ملابس فخمة قوي، والبرفان اللي حطه واصل لآخر المكان، ومن طريقة كلامه كده واضح إنه شخص مش مصري. طبعا الراجل ده جرى على الزوج ويسلم عليه، أتاريه طلع صاحبه من زمان وأخده بالأحضان. طلع صاحبه من أيام الجامعة، كانوا زمان بيذاكروا مع بعض أيام ما كان متغرب وبيدرس هنا. وطلع الراجل ده هو صاحب الماركت الضخم ده اللي هو فيه، وفضل يتكلم معاه وقال له: ده أنا منساش والدتك واللي كانت بتعمله معايا، دي كانت بتعاملني كأني ابنها، وياما احتضنتني، وكنت حقيقي بعتبرها أمي وبحبها. وأول ما جيت مصر سألت عليك كتير، لكن في الحقيقة أنا معرفتش أوصلك، وأدينا اهو اتقابلت بيك وفرحان بيك قوي. وطبعا بعد ترحاب عظيم جدا، أمر الراجل اللي هو صاحب الماركت، أمر مدير المبيعات إنه يملى 5 عجلات رز ولحمة وفراخ وسمنة وعصاير وفاكهة وخضار وسمك وكل ما تتخيله، كل حاجة كانت موجودة. وطلب منه كمان إن يجي يشتغل معاه. صاحبنا طبعا رفض، وعيونه كانت مليانة دموع محبوسة، لكن بعد إصرار كبير أخد الحاجة من صاحبه ده، وكمان أصر إنه يوصلهم لحد العربية. صاحبنا قال له: أصلا أنا راكن بعيد، وبعت معاه حد يطلعهم له بره. بعدين وقف تاكسي وحمل الحاجة ودفع للتاكسي الفلوس اللي كان نازل يشتري بيها الحاجة. طبعا دخل على مراته بكمية الشنط الرهيبة دي، بيقول ان طلع السلم ونزل يمكن حوالي 12 مرة علشان بس يطلع الكياس دي كلها. طبعا مراته اتصدمت جدا وقالت له: ايه ده، انا عارفة انه عامل عروض وخصومات، لكن مش للدرجة دي انك تجيب كل الحاجات دي بالفلوس القليلة اللي كانت معانا دي. بصلها كده وقال لها: قلتلي الفلوس اللي معانا تقضينا يومين، لكن ربنا
كان ليه رأي تاني. ربنا رغم إنه قال في الكتاب المقدس لا تجرب الرب إلهك، لكن جه على العطا بالذات وقال اعطوني العشور وجربوني. قد إيه ربنا حنين قوي، قد إيه فعلا ربنا ما بيباتش مديون. ما كانش معاه فلوس يدي للراجل العطية اللي بيديها له، لكن قسم اللي معاه بالنص وسابها واتكل على ربنا. وربنا أبدا ما بيغزلش اللي بيتكل عليه، وبيزيدوا أضعاف أضعاف. فعلا ربنا حنين وما بيسيبش ولاده، ونشكر ربنا دايما على القليل قبل الكتير. ربنا يدينا دايما نعمة العطاء، ويزرع في قلوبنا محبة، ونحن ندي دايما ويعوضنا خير. نشوفكم في فيديو جديد من قناة أم النور. اذكرونا في صلواتكم. سلام.